بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى، وتعازينا لأسر الشهداء. وقفة إجلال وإكرام واحترام للدور الكبير لصاحب السمو أمير البلاد. وكلمة هذول عيالي أنا أعتقد هو كلمة السر اللي امتص غضب الشعب الكويتي، وجمع اللحمة الكويتية على كلمة واحدة: والله يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه. ولكن في نفس الوقت الشعب الكويتي وأسر الشهداء ينتظرون دور تنفيذي من الحكومة، ينتظرون مرحلة تختلف عن المرحلة السابقة. كفى مجاملة، كفى مجاملة، نحتاج الحزم والحسم. يا أمي احنا قدر المسؤولية وهذا التحدي، أم احنا مو قدر هالتحدي وهالمسؤولية. البلد والشعب أمانة في أعناقنا، وخصوصا السلطة التنفيذية. يا أنا نتحمل المسؤولية هذه أو ما نقدر نسلمها لغيرنا. المجاملة والكلام الفاضي ما ينفع الحين ترى. إلى متى اللمز والغمز والتكفير وإلغاء الآخر، سواء في الإعلام أو على المنابر أو عند الخطباء أو في الممارسة الحقيقية في وزارات الدولة؟ لا يمكن أن يستمر هذا الوضع في المرحلة القادمة. الأمور غير القانونية، إلى متى السكوت على الأمور؟ لا يمكن، هذا البلد في أعناقنا. إلى متى إلغاء الآخر؟ أخي الرئيس ووزير التربية، حتى هذه السنة راجع أسئلة في المرحلة المتوسطة. زيارة القبور شرك. من تقصد؟ المسلمين كافة الطوائف ما يزورون قبر المصطفى الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام؟ كل اللي يزورون المدينة المنورة مشركين. شنو هذه المناهج اللي تلغي الآخر؟ احنا نبي مناهج توحدنا، نبي مناهج تخلينا لحمة واحدة. لابد ان أعطى دقيقة. شكرا أخي الرئيس. المناهج، الإعلام، احنا فشلنا في خطابنا السياسي، فشلنا في خطابنا التعليمي، ففشلنا في خطابنا الديني، والآن نتجرع نتيجة فشلنا في كل مكان. هذا الفشل يفترض أن الآن يخلينا نروح مرحلة جديدة إلى النجاح. إذا ما نتحرك في كل الجبهات وفي كل المواقع، الآتي ربما يكون أكبر. لذلك مسؤوليتنا التحرك، ولازم يشعر الشعب الكويتي هناك حزم وهناك تحرك، ويتلمس أن الحكومة منتفضة، وإحنا مع الحكومة في كل إجراء فيها مصلحة البلد. المرحلة القادمة راح ننتظر، وإذا ما وجدنا التحرك الواضح والقوي من المسؤولين، إذا أخذنا موقف لا حد يلومنا.